لكن لو هو مدفوع وانت دخلت بتستنصح وقعدت تجيبه المواقع اللي بتنزله مفتوح الكلام ده كله، فاحب اقول لك دي اسمها سرقه. هندسه، ازيك؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. النهارده هسألك شويه اسئله ليها علاقه بالبرمجه والمبرمجين. يلا بينا. لو هبدا اتعلم برمجه، ابدا اتعلم فرونت اند ولا باك اند؟ الاول خد فكره عن كل المجالات وشوف الاسهل لك وابدا بيه، واعرف انت مهاراتك فين، ايه المميزات بتاعتك. لان مثلا حاجه زي الباك اند محتاج لوجيك زياده، محتاج تكون تعال نقول فاهم ستراكشرز بشكل مختلف، فده روح باك اند. لا انت مهتم بالشكل والتفاصيل وبتركز في التفاصيل الدقيقه، فالافضل لك فرونت اند. ودايما بيقولوا الاسهل فرونت اند. طب ايه الافضل في الفرص من السوق؟ الاثنين زي بعض تقريبا في الفرص. هل ابدا اتعلم ويب ديفلوبمنت ولا اتعلم موبايل ديفلوبمنت؟ الاثنين مهمين، لكن لو في البدايه ادخل على الويب. لكن في جزئيه لو عايز تبني تعال نقول مقارنه سليمه ما بين الاثنين، فكر في التجهيزات اللي انت هتحتاجها لكل قطاع. يعني مثلا مجال الويب مش محتاج تجهيزات معقده زي مثلا الموبايل. في الموبايل انت محتاج اجهزه شويه متقدمه عشان تعرف ان انت تعرض التطبيق اللي بتعمله، زائد ان انت محتاج ابل في بعض المراحل عشان ترفع التطبيق على اب ستور، ما ينفعش ترفع من غير ابل. هتعلم لهم نفس لغات البرمجه ولا لغات مختلفه؟ لغات مختلفه بس المبادئ واحده. طب ايه اكبر التحديات اللي هتقابلني لو انا عايز ادخل مجال البرمجه؟ طيب، في تحدي منهم اللي بيواجهك لما بتدخل اي مجال جديد، الا وهو ان انت تحس ان انت تايه. طب هو انا هوصل لفين؟ هو انا هعرف اعمل كل ده؟ التوهان ده طبيعي جدا في الاول، تقبله عشان تقدر تستمر. طب ايه اكبر خطأ انا ممكن اعمله وانا ببدأ في مجال البرمجه؟ تستعجل على النتائج وتهمل الاساسيات. لو اهملت الاساسيات، ودي بشوف شباب كتير جدا بيعملوها، ان انا باجي في الاول اقول طب ماشي ممكن اعدي دي، ممكن ما اذاكرش الموضوع ده، لا هسيبه بعدين. لا انا بقول لك ذاكر الاساسيات كويس، لان بعد كده مش هيبقى عندك فرصه ترجع تذاكر، هيبقى مطالب بالنتائج فورا. في البدايه وانت شغال مش لازم تفهم كل الاساسيات دي هتعمل بيها ايه، بس اسس نفسك صح، لان قدام التعديل هيبقى صعب معاك. ساعات كده والواحد شغال بيشوف ناس اقوى منه بكتير، وده بيسبب حالة من الاحباط. طبيعي. اعدي الحالة دي ازاي او اتجاوزها ازاي؟ ما تقارنش نفسك بحد، مالكش دعوه باي حد، وخلي بالك كل واحد طريقه مختلف عن التاني. نوع المشاريع اللي انا تعرضت لها غير نوع المشاريع اللي انت تعرضت لها، الجهات اللي انا ربطت معاها غير الجهات اللي انت ربطت معاها، المدير اللي اشتغل معايا غير المدير اللي انت اشتغلت معاه، الشركات اللي انا اشتغلت فيها بتشتغل بطريقه والشركات اللي انت اشتغلت فيها بطريقه، فبالتالي مستحيل تجربتنا تكون متساويه. ما تقارنش نفسك بحد، كل واحد فينا ليه طريقه. ولكن تاني اللي دايما باكد عليه، اعرف انت ناقصك ايه بالظبط واشتغل على ان انت تكمله. ايه هي افضل لغة برمجة؟ ايه افضل لغه برمجه في ايه؟ لازم تحدد استخدامك بالظبط عشان نقدر نحدد ايه افضل لغه هتفيدك في الاستخدام ده. لكن لغه برمجه افضل من كل لغات العالم مفيش حاجه اسمها كده. كمثال، في مثلا عايز اشتغل مع الاي اي، هقول لك افضل لغه روح استخدم بايثون. هتقول لي لا انا عايز اعمل مثلا حاجه فيها ريل تايم، حاجه مثلا عايز الداتا تابديت فورا، الكلام ده كله، هقول لك استخدم نوت جي اس او استخدم سوكت مع البي اتش بي. فبناء على اللي انت عايز تعمله بالظبط بنحدد التك ستاك اللي هنستخدمه. يعني ايه تك ستاك؟ تك ستاك هي مجموعه التقنيات اللي انت بتستخدمها عشان توصل للهدف اللي انت عايز توصله. كمثال، في الفرونت اند هشتغل فيو جي اس، هشتغل انجولار، هشتغل فانيلا جافا سكريبت عادي مع اتش تي ام ال وسي اس اس. في الباك اند هشتغل بي اتش بي ولا نوت جي اس ولا اي اس بي. مجموع الحاجات دي مع بعضها هو التك ستاك، وده اللي بيحدده السي تي او او مدير المشروع. طب ايه هو افضل تك ستاك؟ مفيش افضل تك ستاك في المطلق. برضه هرجع اسالك، هقول لك انت عايز تعمل ايه بالظبط، بناء عليه هنحدد افضل تك ستاك يخدمك. كمثال، لو انت عايز تعمل موقع بسيط مثلا موقع حجوزات بسيط، فهقول لك اشتغل فيو جي اس مع بي اتش بي، هتحط عليها فريم ورك لارافيل، ده هيوصلك لهدفك. هو انا المفروض اتعلم كل اللغات دي؟ لا طبعا، لكن اللي انا عايز اوصله لك هنا حاجه واحده، ما تحكمش على نفسك ان انت مثلا بي اتش بي ديفلوبر او نوت جي اس ديفلوبر. انت مش ده، انت سوفت وير انجينير. انت قادر ان انت تتنقل ما بين اي لغه على حسب الاستخدام وعلى حسب الحاجه. مهم جدا ان انت في البدايه تركز في لغه وتبقى قوي جدا فيها، لكن بعد كده لو الاساسيات اللي اتكلمنا عليها اللي انت بتذاكرها في البدايه اللي كانت مزعجه بالنسبه لك وصعبه وبتاخد وقت ما اهملتهاش، فالاساسيات دي هتساعدك في التنقل ما بين اللغات بسهوله، لان في الاخر هو الفرق بينهم سينتاكس واوبريشن سيستم هتشغلها عليه. افضل شغال في شركتي اللي انا شغال فيها ولا افتح شركة؟ ده ليه مميزات وده ليه مميزات، والاثنين كويسين على فكره. بس لو اخترت ان انت مثلا تكمل في الشركات، فاعرف ان انت لازم دايما تكون مابديت معلوماتك ومذاكر التكنولوجيز الجديده عشان تواكب التحديثات اللي بتحصل في المجال. لو هفتح شركتي فانت مش هتعتمد بالكامل على البرمجه. البرمجه خلينا نقول اقل حاجه عندك او اسهل حاجه في قطاع الشركات
هي ان انت تبقى فاهم برمجه. في تحديات كتيره جديده هتظهر معاك انت مش عامل حسابك عليها، ولازم تدرسها كويس، بدايه من الانظمه اللي موجوده في البلد اللي انت شغال فيها، لان انت كده هتخش بشكل رسمي سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، الكلام ده كله. فلازم تعرف الانظمه الضريبيه شغاله ازاي، الحسابات بتشتغل ازاي، الجزء القانوني في التعاقدات هتبقى عامله ازاي. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هي المجالات اللي انت محتاج تدرسها اصلا عشان تخش تفتح شركه. وهنا مش بقول ندرسها ان انت تبقى عالم فيها او محضر دكتوراه، لا، على الاقل تبقى عارف كل مجال ايه الاجزاء اللي انت محتاج تغطيها. زي مثلا مجال التسويق، زي مجال الاداره، ايه طرق الاداره المختلفه، زي مثلا سوفت سكيلز، انت هتتعامل مع بشر، ودي اصعب حاجه في الاداره ان انت بتتعامل مع بشر. اخر حاجه المبيعات، لازم برضو تبقى عارف طرق المبيعات وايه الافضل طريقه ما بينها عشان هتقدر بعد كده تدير فريق المبيعات الخاص بيك. ايه هي اهم النصايح اللي توجهها لي لو انا قررت ان انا افتح شركه؟ لو قررت تفتح شركه، اول حاجه لازم يكون عندك رؤيه واضحه انت عايز تروح فين. حددت رؤيتك، ابدا حدد القوامه الاساسيه للفريق. هتشتغل بمين؟ هتشتغل بليفلز عامله ازاي؟ هتشتغل بجونيورز وانت راجل مثلا تكنيكال قوي فهتقدر تديرهم؟ لا، انا هشتغل بسينيورز ولازم الجونيورز تحتيهم وانا هخرج بره الكود. وانصحك ان انت فكر امتى هتخرج من الكود، لان ان اجلا ام اجلا انت لازم تخرج بره الكود. ازاي اسعر المشاريع اللي بتجيلي في الشركه؟ مفيش طريقه ثابته للتسعير، ولكن عشان تسعر اي حاجه لازم على الاقل تكون محدد تكاليفك. وهنا التكاليف نقصد التكاليف المباشره، سواء الرواتب والحاجات اللي انت صرفتها بشكل مباشر على المشروع، او التكاليف الغير مباشره زي مثلا الايجار، زي الكلام ده كله، وتحملها بنسبه معينه على المشروع بتاعك. هتحط عليها هامش ربح بقى، ده الحد الادنى بتاعك. بس اعمل حسابك وانت بتسعر المشروع البرمجي ان انت تحط في حسابك ان انت هتقدم دعم فني للعميل على الاقل لمده سنه. طبعا في شركات بتدي اقل من كده، بس احنا بنتكلم على الستاندرد بتاعنا بندي لسنه. فلازم تكون حاطط هامش في الرواتب الناس اللي هتشتغل على المشروع ده لمده سنه بعد التسليم. اكتب عقود ولا اشتغل بناء على الثقه؟ خليني اقول لك، ما تشتغلش مشروع غير لما تكتب عقد. العقد ده بيحفظ حقوقك وحقوق العميل. احيانا بنيجي يقول لك انا قلت لك كذا وكذا ما اتعملش، فلازم توثق كل الاتفاقات اللي انت اتفقت بيها مع عميلك في العقد اللي انت هتسلمه له. انا دلوقتي خدت مشروع جديد، ابداه من الصفر ولا اشتري قوالب جاهزه؟ على حسب انت خدت ايه بالظبط في المشروع او ايه مسؤولياتك في المشروع ده. لو بنتكلم على فرونت اند فممكن تشتري قوالب من على النت متوافقه مع متطلبات عميلك او مع ذوق عميلك، وده الجزء السهل. تعال نتكلم على السكريبتات او الباك اند او السكريبت كامل. فده دايما بنصح ما نشتريش سكريبتات جاهزه الا لو متوافقه بنسبه 100% مع متطلبات عميلك. لو لقيت ده هقول لك اشتريه، بس في شرط كمان لازم تتحقق منه. اول حاجه، مبني بانهي لغه؟ اللغه دي انت فعلا قوي فيها ولا لا؟ الديفلوبرز اللي معاك فاهمين اللغه دي كويس قوي وعارفين ابعادها. واقرا السبيسيفيكيشنز والدوكيومنتيشن بتاعته كويس قوي قبل ما تاخد قرار الشراء، لان شفنا مشاكل كتيره جدا للاسف بسبب اختيار سكريبت خاطئ وتبان عليها مشاكل كتير. وانت بتجاوب على السؤال قلت لي اشتري التمبلت، مع ان في ناس كتير قوي بتنزل التمبلت من على النت، انا ليه اشتريها؟ طيب تعالى نفرق بين نوعين. اول حاجه، لو القالب الصانع بتاعه نشره مجانا ده موضوع، وده بالتاكيد لو مناسب ليك خده، توجه للخيار ده. لكن لو هو مدفوع وانت دخلت بتستنصح وقعدت تجيبه المواقع اللي بتنزله مفتوح الكلام ده كله، فاحب اقول لك دي اسمها سرقه. الالم النفسي لما بيجي حد يسرق شغلك لا مؤلمه، ولو انت اتسرق شغلك انت هتزعل. ولو انت الجانب الاخلاقي مش مهم بالنسبه لك، فهزود لك لاير كمان، ان القوالب المسروقه او المتكركه دي بيكون محقون فيها كود خبيث فهيدمر مشروعك. فلو انت الجانب الاخلاقي مش مهم بالنسبه لك فخلي بالك، لان مشروعك هيقع برضه.